وانا كم مره هقول لكم ان الرزق مش فلوس بس، عملاء زي العسل زي اللي هتشوفوهم دلوقتي دول. جالنا شيف عالمي من هسيبه هو يعرف نفسه. حضرتك منين؟ محمد صبري، المطريه الدهليه. شيف محمد صبري محمد صبري. الدقهلية يا جماعه. نورنا هنا في اسكندريه عشان نستمتع بالاجواء اللي حاصله في اسكندريه، برد بقى والاجواء الجميله دي وطاسات الجبنه السايحه. مبسوط ان حضرتك نورتني، وهناخد ريفيو بعد الاكل. لسه ما اكلش يا جماعه. شيف بقى طلب ايه؟ طلب طاسه الروز بيف اللي احنا مميزين بيها مع البسطرمه زي ما انتم شايفين كده، روز بيف وبسطرمه، ودي من ارقى الطاسات اللي موجوده عندنا. كل اللي انت شايفينه ده بيتشوح بالزبده الفلاحي وهينزل على وش الطاسه. احنا بنعز الشيف واهل الدقهليه، بنحضر له العظمه دي. ورينا يا شيف. شويه فلفل اسمر كده شيف، روق على المسائل. سلام. شويه العظمه دي لازم لها شويه بطاطس ويدجز من بتوع عم بقالي. لا لا لا. وكده اللوحه الفنيه دي كده بقى كملت مع شويه البطاطس برشه بهارات البطاطس عليها مع العيش العربي مع شويه الروز بيف والبسطرمه اللي عايمين على وش الطاسه. وبألف هنا وشفا اللي هياكل، ولازم اروح اوديهوله بنفسي. يا شيف يلا بينا. ألف هنا وشفا. حاجه الساعه بتاعتك عايزها بطعم ايه؟ طعم ايه عايزها ايه؟ جوزف. هستنى رايك بعد الاكل. طبعا الشيف بنفسه حابب يقول لنا رايه عشان اخد رايه كشيف متخصص في الاكل، عنده محل مشويات، فهنسمع رايه هو يقول لنا بنفسه. ممكن الطاسه بتتكلم عن نفسها، بس برضه هو يتكلم احسن من الطاسه. قول لي ايه الاخبار؟ هو بصراحه تجربه فوق الوصف. حتى حته النيفه، حته رز البيف، رز بيت الكلاوي دي، الكلاوي، حته اللحمه، حتى تسويتها فوق الممتاز. المصطلحات يا جماعه دي محدش يفهمها غير الشيفات، ماشي؟ بس حته اللحمه تقطيع حته اللحمه فوق الممتاز. البسطرمه مش بس الجبنه بس ممتازه، البسطرمه فوق الممتازه. انا ما رضيتش افتح الكاتشب لان الكاتشب ده هيضيع طعم. هيضيع. بص بقى الناس الكيفه اهو، الناس الكيفه اهو، وكريب وبرجر. ما بدخلش اي صوصات عند المطعم لان انا بشتغل لحمه بلدي عشان تستمتع باللحمه. شغلك لا بصراحه فوق الوصف. مبسوط ان حضرتك نورتنا، والفيديو ده طار من اسكندريه لاهلنا في الدقهليه.